السلام عليكم. راح اسوي ميك اب توتوريال سيمبل ولوك حق البنات اللي يحبون الشغلات الناعمة. ينفع حق الاعراس. هذه النتيجة مستوحيتها من هذا الميك اب من لبنى العمير. بالبداية راح احط عدساتي باللون البنفسجي من كلر ريفيو. هذا التريك انكم تحطون البيز دار مدار العين قبل الكونسيلر قبل الشادو، يثبت الكونسيلر ويثبت الشادو. استخدمت فاونديشن او كونسيلر فول كفر من ميك اب فور ايفر. راح اطبطب، طبعا وايد ثقيل ما يستخدم بشكل يومي. احطه حق تحت الحاجب يغطي لي شوي الشعر اللي طالع. الحين من باليتة شادوات الكريمية من ميك اب فور ايفر راح استخدم اللون الابيض على الجفن المتحرك. وزعته باصابعي عن طريق الطبطبة. بهاللوك راح استخدم اكثر شي اصابعي. استخدمت الكحل اللون الأسود من بورجوا. هذا الكحل وايد حلو، يعجبني سواده ويعجبني ملمسه، ومكتوب عليه ووتر بروف. استخدمته داخل العين. الحين هذا شادو All That Glitters من ماك، وايد أحبه وايد أحبه. أحطه على الجفن المتحرك هم بالطبطبة بأصابعي. حطيت منه طبقتين بس عشان يكون بارز. وراح استخدم فرشة البنسل براش هذه من ماك كولكشن ليميتد حق مدمع العين. حطيت شادو لون أبيض من ماك بنفس هالطريقة. قاعدة أقلد طريقة الميك اب ارتست. دمجته بيدي بالقلم الأسود، حددت عيني من فوق، وبعدين بالفرشة المايلة من ماك أو يسمونها أنجل براش راح أدمج هذا الكحل وأسحبه لفوق شوية عشان يعطيني تقريبا مظهر سموكي. كل اللي قاعدة أسويه دمج ونتفة أسحب لي برا فوق العين، وهم تحت العين حطيت كحل ودمجته. لاحظوا معاي إن حطيت الكحل من نص العين لي برا. الحين بالبنسل براش راح أحط الشادو باللون البني على شكل نص دائرة، وهم حطيتها مرة ثانية عشان أقوي اللون وأبرزه. مو لازم اللون يكون قوي من أول مرة. الحين دمجته فرشة الدمج من ماك 217 217. بس قاعدة أدمج الطرف عشان يكون ناعم ومو محدد حيل. الحين هذا اسمه كيك لاينر من سيراي. بالفرشة بالمايلة حددت عيني من برا. قاعدة أثبت منها، قاعدة أثبت الكحل الأسود، وقاعدة أبرز عيني بشكل أكبر. كل اللي قاعدة أسوي دمج دمج دمج. هني قاعدة شوية أسوي لي تقريبا كأنه بوز من قدام. في بنات راح يطلع عليهم أحلى من عيني، على حسب شكل العين يطلع عليه أحلى. بفرشة عريضة بكومباكت باودر من ماك NC 30. نظفت من تحت عيني وحاولت أسوي رسمة العين مدورة نفس الموديل. ما أدري إيش قاعد أسوي، بس قاعدة أنظف، يعني قاعدة أنظف الحواف ما أخليها باردة. هني بالفرشة المايلة من ماك وبالجل الكريمي باللون البني من ميبلين حددت حواجبي. عندي فيديو كامل حق تحديد ورسم الحواجب. نظفت الحواجب من تحت بنفس الفول كفر من ميك اب فور ايفر. ولاحظوا من قدام حواجبي يعني في شعر نازل وفي شعر صاعد، حاولت قد ما اقدر اخليه على استقامة واحدة. طريقة يخلي لي شكل حاجبي نظيف. الحين بالايلاينر هذا اسمه مس اند مسز من الهنود. قد ما اقدر اخلي الايلاينر وايد ضعيف، بس تحديد حق عيني مو اكثر. ما بي اسوي شكل ولا. الحين هذا الشادو اسمه تشاركول براون من ماك، لونه بني مايل على رمادي غامج.
حطيته بين الشادو البصلي وبين البني المحمر بس عشان يعطيني تدرج حلو. استخدمت صمغ رموش ديو، والرموش من ماكس فاكتور حرف ال. بديت ركبتهم من النص، بعدين طرف العين طرف الرموش اللي برا، بعدين طرف اللي داخل، وأحاول أدخله يعني شلون أثبت الرمش على الجفن. قاعدة أضغط. الحين بالمسكرة استخدمت مسكرة بوبا، توني استخدمها، ما أدري إذا حلوة ولا مو حلوة، راح أعطيها فرصة أجربها. كل اللي قاعدة أسويه إني قاعدة أمشط الرموش. بنات ما تحتاجون تثقيل يعني المسكرة على الرموش، خصوصا إنكم مركبين رموش، نبي شي ناعم بس تمشيط. الرموش اللي تحت ما ننساهم، ما ننسى الرموش اللي داخل العين أو بالعين من داخل. هني آخر خطوة إني حطيت الآيلاينر بشكل مدور، بس قاعدة أكمل الرسمة وعشان تصير تشبه الموديل، وكذي نكون خالصين. طبعا أنا قدامي إضاءة وايد قوية، بدون إضاءة راح يطلع نفس الصورة اللي وريتكم إياها أول شي. ومشكورين على المتابعة، حطولي لايك وسبسكرايب وكومنت وهاف فن.